ورني في الاستاد. مساء الخير يا كيمو، مساء الخير حبيبي، ومنور انت دايما نجوم مفتاح. ربنا يخليك كابتن حازم. كابتن حازم يا حبيبي، هبدأ معاك من المنتخب كده باعتبارك عضو مجلس إدارة دلوقتي. المنتخب الرحلة سامعين ان في شوية صعوبات كده في التأشيرات وفي الموضوع ايه، وصل لايه بقى؟ لا والله يعني ان شاء الله، يعني ايهاب لهيثم مدير المنتخب مسؤول عن الموضوع ده، وان شاء الله يعني باذن الله يكون في مشاكل ولا حاجه. انت عارف في لعيبه هتوصل النهارده، صلاح لعب امبارح هيوصل النهارده بالليل، فلسه لازم تصفيه طبعا هيتعمل له لسه الفيزا، لكن ان شاء الله باذن الله كله يبقى كويس باذن الله، يعني ان شاء الله يعني نثق في الناس مش عايزين يعني نقاطع، ان شاء الله كله يبقى خير باذن الله. لكن الامور هناك مترتبه والاوتيل كويس والطياره جاهزه وكله تمام ان شاء الله باذن الله. طيب حلو قوي. يعني اكيد نظرتك مختلفه برضو عن بعض الاعضاء في المجلس، لانه انت لعيب كوره وراجل نجم يعني، فعارف برضو الاجواء دي بتبقى عامله ازاي. مطمن يعني على الاختيارات، حتى اختيارات مستر كوبر اللعيبه تطمنك انها تبقى موجوده في تصفيات كاس العالم؟ هو اختار بقى خلاص، فايه انا عارف ان طبعا مش هينفع نقول حاجه لو في حاجه وقت للجدال ان هو اختار وهيلعب بيهم ماتش الكونغو. حلو. فان شاء الله نقف بقى للاختيار بقى، خلاص هو اختار وهو راجل يعني يتحمل مسؤوليه. وراجل بصراحه في التارجت الاولاني ادى بشكل كويس، طلع اول مجموعه ووصل لبطوله افريقيا. فيعني ابتدى يلعب كويس، ابتدى يفهم طبيعه اللعيبه المصريه، ابتدى يحط ايده على التشكيل بشكل كويس. يعني انت برضه لو سالت الناس دلوقتي نوعا ما يقول لك على الاقل 40-50% من التشكيل يعني ممكن يعني على الاقل الخط الامامي فاهم ملامحه شويه. ف يعني انا متهيألي ان شاء الله يعني وجودنا في افريقيا وصعودنا على حساب فرقه كبيره زي نيجيريا ده هيدي ثقه للعيبه بشكل كويس، هيخليهم عندهم ثقه في نفسهم. انت برضه كنت تقعد 3 بطولات بتخسر ما توصلش افريقيا، بيديك انعدام للثقه، بيخليك خايف شويه طبعا. فالراجل كسر الحته دي مع فرقه كبيره زي نيجيريا، وصل كاس عالم 2014 وعامله كانت بشكل كويس كاس العالم، وبتلعب بطولات افريقيا وبطولات افريقيا. فبالتالي يعني طلعت فرقه تقيل في افريقيا، وكنت احسن منه، خدت 4 نقاط من 6 بالنسبه لك. فان شاء الله يعني احنا في مرحله مجموعات بتلم نقط، وبالتالي كل مباراه ليها اهميتها القصوى ان شاء الله يعني. طيب مطمن على المنتخب بشكل يعني متفائل، قصدي ان انت حاسس ان مستوانا ممكن يأهلنا لكاس العالم ان شاء الله باذن الله. يا مسهل يا رب. هقول لك حاجه يا كريم، انت راجل بتتابع العالم دلوقتي، الكره العالميه، لما تيجي تبص هتلاقي اللي كسب بطوله اوروبا مش الاحسن لعبا طبعا هو الاكثر تنظيما دفاعيا. هو يعني هتلاقي البرتغال من اقل الفرق اللي جابت اهداف في بطوله اوروبا، والظروف خدمته برضه. يعني يكسب 1-0، يكسب الامتياز، ماتشاته كلها دفاعيه بحته ما بيهاجمش، فرغم كده كسب البطوله، يعني كسبها احسن منه كوره وكسب. صح. فيعني المهم تبقى منظم، وده يمكن الحاجه اللي انا مطمن فيها، ان بقى في تنظيم. لما لعبت نيجيريا الماتشين في تنظيم دفاعي كويس. ممكن الهجوم يعني شويه، لكن اعتقد ان انت دلوقتي بقت ان انت تدافع كويس هي خطوه انك تهاجم تجيب جون، او الموضوع ما بقاش الكوره مفتوحه وتلعب انت مش كل الفرق برشلونه ولا ريال مدريد، فتلعب على قد قدرات لعيبتك، وهو واضح انه عارف قدرات لعيبته بيلعب بالمنطق ده يعني كوبر. طب يا مسهل، يعني ان شاء الله الحلم بقى اللي كل الناس عايزه تشوفه قبل ما يعني فاهم بقالنا كتير الحقيقه نفسنا قوي نشوف. نجيب بقى نخش من كاس العالم ونجيب اجوان ثانيه، يا ريت عشان كابتن مجدي كمان بقى يعني خلاص. طيب كابتن حازم، نروح على الزمالك باعتبارك احد ايقونات الزمالك. مطمن برضو قبل الفاينل؟ عندنا قائمه قصيره جدا، عندنا لعيبه لاول مره بتخوض نهائي افريقيا الاقوى، البطوله الاقوى في افريقيا. الموضوع مقلق شويه بما انك كمان عندك لعيبه الكروت يعني واضحه جدا، الموضوع قليل قوي، فالموضوع باين يعني. شايف القصه ازاي؟ ونفسيا كمان انك بتلعب فرقه كسباك رايح جاي، كل الحاجات دي بقى ايه؟ بص خلينا دايما، انا بحب اتفائل يعني. خلينا اقول لك ان الفرقه وهي 25 لعيب خلصوا رايح جاي من صن داونز. ماشي. فمش بالعدد، المهم باللي بيلعب يعني. فاهم؟ احنا لعبنا دوري المجموعات كنا الفرقه كلها حوالي 25 ولا 30 اللي كانوا متأيدين كان يعني كله رايح جاي يعني. وكنا 14 وكسبنا الوداد وعدينا الوداد والحمد لله يعني بشكل كويس. طبعا اللي انا شايف يعني هم 180 دقيقة، هتلعب راجل، هتموت نفسك، هتلعب في ماتش كده، ما تبقاش محتاجة فنيات على قد ما محتاجة روح وتنظيم، وتسمع كلام المدرب بشكل معين.
وانت عندك بعض الاوراق اللي تلعب ماتشات بره، يعني الثاني ده في ماتش زي اللي بره ده اعتقد هيبقى مهم جدا. هيبقى هو كارتك طبعا. طبعا تلعب كونتر اتاك. هو يعني اعتقد نقطه ضعف اللي موجوده في سان داونز باينه جدا في الجول. حارس المرمى ضعيف جدا 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 بالظبط، زي ما استغلنا في ماتش الوداد وشوطنا عليه كتير، لازم نستغله ونشوط عليه كتير. يعني استغلنا حاله الماتش الوداد الاولانيه، الحارس كان ضعيف جدا يعني وشوطنا وجبنا جوان كويسه بالشكل ده. لازم نستغل الحارس ده، نسدد عليه كتير، نوصل للمرمى عنده كتير، نشوط كتير. هم لعيبه كوره بصراحه جامدين جدا. نص الملعب المهاجمين لعيبه كوره، بيلعبوا كوره على الارض ويفتحوا الاطراف. فانت لازم تحاول دايما تلعب على قدراتك انك تقفل دفاعك كويس، تحاول تلعب على الكرات اللي انت ولذلك بيجدها. شفناها في ماتش الاهلي، شفناها في ماتش الوداد، بيقفل ويطلع على الكونتر اتاك يجيب جون كويس قوي. فان شاء الله انا يعني نتفائل، ولو مش قدامنا غير التفاؤل، وان احنا نوقف مع لاعبتنا لغايه اخر يوم باذن الله ان شاء الله. طيب كابتن حازم، برضو يعني هستغل وجودك واسالك سريعا عن الدوري الايطالي، بما انك برضو يعني احد اللاعبين القلائل اللي لعبوا هناك من العرب. رؤيتك للي حاصل مؤخرا ما بين سباليتي وصلاح، الانتقاد العلني ده شايف له معنى والله مختلف؟ مش عاجبني قوي انا موضوع سباليتي مع صلاح. يعني انا حاسس ان سباليتي متحامل قوي، لان الراجل عندك هداف الفرقه السنه اللي فاتت، ماشي كويس بشكل عام. يعني انت لما تيجي تبص على الثلاثه اللي قدام هو الوحيد، هو احسنهم يعني. يعني احسن من زيكو، اكثر استقرارا، وبيروتا وشعراوي اللي ماشي بشكل كويس بيجيب اجوان. ايوبا ليج ودوري. فما اعرفش، بحسه يعني مش عارف هل ده مثلا شايف ان هو كده بيسخنوا يعني بيحمسوا يعني اكتر. انا ما اعرفش العلاقه عامله ازاي. يعني ممكن هل ده هو شايف ان كده بيسخنوه، والله اعلم. لكن صلاح مختلف عن الاخرين، يعني دايما بيعمل خطوره حتى لو بيضيع، بس بيوصل وبيعمل مشاكل لاي مدير فني بيلعب قدامه. هيبقى دايما عامل حسابه. امبارح ديبور عامل حسابه بشكل كبير جدا. امبارح كان صلاح فتح الشارع ناحيه الشارع. طبعا راح ينزل له واحد مخصوص. نجاتومو ما لعبش من ساعه ما ديبور جه تقريبا، ما لعبش خالص. لعب امبارح مخصوص عشان يلعب على صلاح، عشان يقفل على صلاح. هو واخد من تركيزه. فتروح مطلعه، راح داخل فيه الجون على طول اول ما طلعته. اولا فقدت ميزه كبيره، ان انت السرعات اللي عندك انك ممكن تمط الفرقه اللي قدامك، تخليها دايما على طول متخلخله زي ما كان حاصل الشوط الاول، بسبب صلاح. هو الوحيد اللي كان بيروح الشوط الاول، مش حد تاني بيروح. بس الناس بتتكلم في ايطاليا تحديدا على انه صلاح الفينيشنج بتاعه مش اللي هو يعني. هل ده ممكن يتصلح يا كابتن حازم ولا الموضوع ده؟ طبعا يتصلح. كل الناس بتصلح يعني. وبعدين صلاح بيجيب الكوره بتاعت امبارح اللي جت في العرض ده هو عندنا في مصر هنا جابها 50 مره بالظبط. يحطها في البعيده على طول. يعني امبارح كان لازم طبعا يحطها في البعيده شويه، لكن كلنا بنضيع وكل الناس ضيعت. لكن هو بعد ما طلع صلاح ما فيش ولا فرصه تقريبا غير الجون الكروس اللي اتعمل منه جون يعني. لكن اكيد هو لازم هيصلح، وهو اكيد عارف يعني. مش ممكن هيبقى مش عارف او مش حاسس. اكيد عارف ان ضيع امبارح فرصه ايه مثلا او فرصه، فاكيد هياخد باله يعني. طب وجهه نظرك انه صلاح يكمل حتى لو العلاقه مش ولا بد قوي مع سباليتي، ولا لو الموضوع هيطول يبقى صلاح يشوف حاجه تانية ولا ايه؟ يعني لا ما يشوفش. انا ما اعتقدش الموضوع متأزم يعني. بالعكس انا يعني سباليتي طور صلاح لما جه السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا. صلاح لعب موسم رائع مع سباليتي. لكن انا ما اعرفش العلاقه بينهم شخصيه عامله ازاي. ده صراحه هو اللي جاوب عليها يعني. انا شايف ان هو في روما ادواره معروفه وادواره كويسه، واخد راحته في اللعب، وخلاص خد على اللعب مع اللعيبه اللي حواليه. ما اعرفش هو بقى اللي يحدد. يعني هو موضوع هيبان يعني في روما، او واحد من اللعيبه دلوقتي اللي بقى هو اللي يتحط عليه التشكيل يعني. طيب يعني كابتن حازم، انا دايما سعيد بان انا اسمع صوتك كده واشوفك، ودايما منور الدنيا في كل حته. دايما كده محترم ومحبوب وكل حاجه حلوه. سعيد بلقائك، وان شاء الله بارك لك بعد فاينل افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حازم نورتني، مع السلامه. ده كان كابتن حازم امام، واحد من اساطير نادي الزمالك، ايقونه